كاتم تفضل. يا اخي امس كنا في جلسه عفويه في بيت الحكمه، وانا توقعت جيتك عشان هالشيء. كنا نضحك ونسولف، بث علينا ومو علينا ما ادري عنه. انا عايش في قريه مساحتها تاخذ ما بالغ قلت تاخذ 200 300 شخص. متفاجئ انا والشباب اللي كنا جالسين معهم في كلام اليوم انه في خصم على الضحك وما ضحك. انت المسؤول الوحيد عن الخصومات يا ابو كاتب، فهل الامر في شيء او لا؟ اذا بتقيدونا بنعيش في تقييد يا اخي، دخلونا دوره عسكريه وانتهى الموضوع. زياد لبيه ممكن تجيني دقيقة؟ ليش تسأل؟ ليش تسأل؟ يا زياد خلاص سؤال عادي. لا ما هو سؤال عادي. إذا ما قال لك سؤال عادي. والله سؤال مو عادي. لا ليش يسأل؟ ليش تسأل؟ ليش يسأل؟ يجيب على نفسه. سؤال عادي. يتكلم. يا شباب عادي. يعني بيقولون نمسك اليوم في خصميات. ما جاء ولا سوى. انشر الخصميات شيء. انشر بعمر. أنا أول شيء أشكرك على السؤال هذا. الله يخليك. الشيء الثاني يا زياد اللي أبغاك تعرفه ويعرفون المتسابقين كلهم، أن فقرة كلام اليوم فقرة مهمة عندي، وأن اللي يحاسبهم يتكلم معهم ويناقشهم أنا. هذا شيء لازم تعرفه يا زياد. إذا كان عندك شيء عليهم تجيني أنا، هذا أول شيء. الشيء الثاني، هم من حقهم يتكلمون عن أي شيء صار اليوم، إن اسم الفقرة كلام اليوم، ومن حقهم يعقبون ويحللون وينتقدون. نهاية الأمر هذه مسابقة ووجهة نظر. فهمتها زين يا زياد؟ بس اسمعني وأنت لك وجهة نظر بعد. حبيبي وتأكد يا زياد إني أتقبل وجهة النظر منك ومنه. ما انت مقصر، لكن انه يقول في خصومات على الضحك باصوات عاليه. يا اخي معليش واحترمني على يعني تقبلها مني. ترى انا والشباب جالسين امس ما اخترنا والله ضحكاتنا من كتالوج ولا اخترناها، جايه من الله هي. بضحك زي ما اضحك، يعني لا يقيدني ويحاصرني في كيف اتكلم كيف اضحك كيف. انا في برنامج واقعي يا رجل. زياد لبيك. الضحك اللي صار أمس ايوه كان زايد. اسمعني، أنا أوصل لك وجهة نظري. تسلم. الشيء الثاني، الكلام اللي برموز وألغاز وشفرات هذه ما أتمنى أني أشوفها على الهواء. حق المشاهد يعرف كل صغيرة وكبيرة دام أنك على الهواء. أضحك، أمزح، أتكلم، قول اللي تبغاه، ما أحاسبك ولا أعاقبك على هذا الشيء. بس لازم تكون واضح مع الجمهور، لأن الجمهور يبغى يعرف كل صغيرة وكبيرة دام الهواء موجود. طيب وصلت وجهة نظري زياد؟ برد على النقطة هذه بس. زياد تفضل. شكرا على سؤالك يا زياد. يا بعد راسي لا برد. تفضل يا زياد. الرموز اللي اتكلم فيها كنت اتحدث زياد، فيها انا تفضل. وسعود غربي. سعود طلع انتهت معه وكانت تعديل عيوب لاخوياي. شكرا لك يا زياد.